في أي بطولة خليجية قادمة. الملاعب مليانة من بداية المباراة الأولى حتى المباراة الأخيرة، وهو ملح البطولة هو الجمهور اليمني اللي في هذه البطولة. المستوى الفني في هذه البطولة من وجهة نظر لم يكن مستوى فني عالي متوسط، لم يكن في فترات كثيرة أقل من المتوسط. لها أسبابها طبعا. معظم المنتخبات تشارك ليس في المنتخب الأول أو المنتخب الأساسي. رقم 2 أرضية الملعب التي لم يتعود عليها معظم الفرق، أعتقد معظم الفرق لا تلعب عليها. رقم 3 وهي الأهم، لاحظنا في حذر دفاعي مبالغ فيه من معظم الفرق، لم نشاهد الأداء المفتوح من معظم الفرق. رقم 5 النجوم في هذه البطولة تقريبا شبه اختفت. لم نجد اللاعب البارزي مع عدد 3 إلى 4 لاعبين هم اللي عاملين الفارق في فرقهم. لكن بالنهاية هي فرق تحول من بطولة نجوم إلى بطولة فرق. هي لا حامد، ممكن انا معاك في النقطه هذه، لكن بعض البطولات الخليج وتعودنا عليها، يمكن عبد الله شارك فيها اكثر من مره، في كل بطوله يبرز لك نجم. نعم. او نجمين على الاقل. ممكن الكلام كله الان على فهد العنزي هو نجم هذه البطوله، لكن البطولات السابقه كانت تبرز لك اكثر من نجم. هذه البطوله اقل البطولات ابرازا للنجوم. معدل الاهداف من وجهه نظري معدل منخفض جدا. 29 هدف في 14 مباراة يعتبر معدل منخفض. هدفين تقريبا في كل مباراة. يعني ما زالت البطولة من وجهة نظري بعيدة كل البعد عن المستوى الفني المميز. مباراتين من وجهة نظري كانت الأفضل في هذه البطولة كمشاهدة كرة قدم: العراق والبحرين، العراق والكويت. العراق طرف في كل المباراتين. نعم. كابتن عبد الله، إذا تحدثنا عن المستوى الفني بالنسبة لهذه البطولة، كابتن خالد ذكر بأن المستوى الفني لم يرتقي لمستوى الممتاز ومرات أقل من المتوسط، لكن مدى استفادة الفرق، كل الفرق اليوم اللي شاركت في هذه البطولة، البحرين، الإمارات، عمان، قطر، اللي خرجت أيضا هذه الفرق خرجت من الدور الأول باستثناء منتخبنا، مدى استفادة هذه الفرق من مشاركتهم في هذه البطولة قبل انطلاق كأس آسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا مؤيد لكلام الكابتن خالد. فعلا أن نشاهد الفوارق اللي دائما نشاهدها بالمنتخبات الخليجية في الدورات السابقة، في الدورة هذه اختفت. أحد الأسباب أيضا أرضية الملعب. طبعا من وجهة نظر أحد الأسباب، أحد سبب رئيسي جدا لعدم بروز معظم اللاعبين هو الأرضية. يمكن شاهدنا فقط اللاعب اللي دائم عليه الجدال اللي فهد العنزي، اللي الآن هو وقع مع جميع الأندية الخليجية. كل ما نقرأ فهد العنزي وقع مع كل، فهو الحقيقة اللاعب اللي ما شاء الله هو الأبرز. ففعلا يمكن كلام الكابتن خالد صحيح ان ارضيه الملعب. ايضا النقطه اللي جدا احنا قاعدين نشاهدها وجدا نستمتع، الجمهور اليمني. يعني لكل فريق له جمهور معين. المنتخب السعودي يلعب تشاهد جمهور للمنتخب السعودي، المنتخب الكويتي، المنتخب العراقي، المنتخب البحريني، فكل الفرق لديها جمهور في اليمن. يعني ممكن في البعض، احنا في دول الخليج اذا منتخب الامارات مثلا في البطوله السابقه او عمان او الكويت او السعوديه طلع من البطولة، تأكد الجمهور المدرجات خالية. نعم. الآن يختلف الوضع. الاستفادة نشاهدها ممكن كابتن حامد في كأس آسيا إن شاء الله. في البطولات القادمة ممكن نعرف شنو استفاد الفريق من البطولة هذه. يعني الآن ممكن احنا نقول لك المنتخب الإماراتي استفاد أكثر من لاعب بروز، بس ممكن ما شاهده في كأس آسيا، فالتقييم يكون تقييمنا خاطئ. فقاعد نشاهد المنتخب السعودي أدخل في فريق آخر وأيضا استفاد لأنه قاعد يلعب على المباراة النهائية اليوم. المنتخب الكويتي أيضا استفاد لأنه أيضا متواجد في النهائي. وخصوصا تعرف أخوي حامد أن كرة القدم خصوصا احنا في الخليج لا يوجد فوارق كبيرة بيننا. يعني المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس العالم ممكن ما يكسب كأس خليج، ويروح كأس آسيا هو بطل آسيا. فالفوارق الآن خليجية عندنا، ممكن الحساسية بيننا كمنتخبات خليجية متقاربة، بس الفائدة ممكن نشاهدها في كأس آسيا، وممكن نعطي رأينا أفضل في بطولة كأس آسيا القادمة إن شاء الله. جميل. كابتن خالد، الآن بما أن احنا تحدثنا عن الكويت والسعودية متواجدين في النهائي، نبدأ الحديث عن المنتخب السعودي، طرف في نهائي اليوم، تأهل بفوزه على منتخبنا. عطفا على أداء منتخب السعودية خلال مشواره في البطولة من أول مباراة أمام المنتخب اليمني إلى آخر مباراة أمام منتخب الإمارات، ما مدى رضاك أنت كسعودي ولاعب سعودي سابق عن المنتخب السعودي بالصف الثاني في هذه البطولة؟ 100%. حتى لو خسر اليوم راضي 100% عن أداء المنتخب السعودي لعدة عوامل. مجموعة جديدة ممكن متمرسة في الدوري المحلي، لكن غير متمرسة في المسابقات الدولية. المسابقة الدولية تلعب مثلا أمام قطر، أمام الكويت، هم أمام اليمن، هو المكتملة. ممكن الإمارات اللي كانت تقريبا أحوالها نفس أحوال السعودية. وجهة نظري 100%. رقم واحد على عطاء المدرب وتعامله مع المباريات في عملية التدوير. عارف بطولة مضغوطة، أحتاج لمفاتيح اللعب في بعض الأحيان راحتهم. شاهدنا تعامل مع الشلهوب، مع مهند عسيري
في مباراة الكويت أخذ نتيجتها أمام قطر، ومن ثم أخذ نتيجتها أمام الإمارات، وشاهدنا الوضع اللياقي جدا ممتاز للمنتخب السعودي. العامل الثاني في التزام دفاعي وانضباط دفاعي جدا ممتاز للمنتخب السعودي، يتمثل في خط الوسط ويتمثل في رأس الحرب الممتاز اللي هو مهند عسيري، هو من يقوم بداية في الأدوار الدفاعية، ومن ثم خط الوسط الممتاز في الأدوار الدفاعية. غالب، الغنام، أحمد عباس، الدوسري، الشلهوب مميزين في الأدوار الدفاعية. إعادة واكتشاف أكثر من لاعب مهم، نتكلم عن غالب، عباس، وإعادة واكتشاف اللاعب المهم جدا من وجهة نظري لكرة القدم السعودية في كأس آسيا، أسامة المولد. نعم. يعني لما التقييم الفريق السعودي هو اللاعب رقم 1 في هذه البطولة كأداء. الشلهوب وأداء دائما ممتاز. خط وسط من وجهة نظري هو يعتبر مفتاح المنتخب السعودي في هذه البطولة، وهو الحل الرئيسي لهذا الفريق. بوسيرو من وجهة نظري قناعتي فيه في هذه البطولة مهما كان له أخطاء سابقة جدا ممتازة. يبقى إلى كأس آسيا بوسيرو أكيد. شهر من الصعب تغيير شهر. نعم. كابتن عبد الله، من مباراة اليمن واللي نشاهد أول هدف في هذه البطولة لأسامة المولد إلى مباراة الإمارات، أبرز ما لاحظته في الأخضر، أو أبرز يعني شيء فرق مع الأخضر عن الفرق الأخرى اللي صعدت اللي وصلت لنصف النهائي؟ الجماعية اللي متواجدة عند المنتخب السعودي. يعني قبل البطولة كثير من النقاد السعوديين والرياضيين كانوا متشائمين من الفريق، وايضا الكابتن خالد كان متواجد هنا. خالد من اول مره يمكن في استديو تطرق ان المنتخب السعودي راح تكون له كلمه في البطوله، وفعلا يمكن شاهد، لان خالد اولا قريب جدا للاعبين وللكره السعوديه ومتابع بما انه لاعب سابق دولي. فالنقطه اللي نتكلم فيها كابتن حامد ان المنتخب السعودي ما عنده مشكله لما يدخل مع الفريق الاول او فريق الرديف او الفريق الاولمبي. وايضا حتى الشارع السعودي لما كان متشائم، ليس متشائم ان الفريق ما راح يكسب او ما راح يلعب مباراه نهائي او ما راح يقدم. المشكله هي كانت في فتره الموافقه او فتره العلم ان الفريق هذا هو اللي راح يشارك. وللعلم ان المنتخب هذا لعب كثير مباريات وديه، يمكن خالد ادرى في الشيء هذا. في رمضان لعب مع اوزبكستان في جده، ولعب في تركيا مباراه وديه. فالمنتخب السعودي الجماعيه عنده هو من وجهه نظري افضل فريق في البطوله كجماعي، المنتخب السعودي. وياتي المنتخب الكويتي كلاعبين افراد من وجهه نظري هم افضل لاعبين في البطوله، بس كجماعيه المنتخب السعودي لاعب الفريق الاول في البطوله كفريق كمجموعه يلعب. تشاهد قروب الخطوط متقاربه، الانتشار سليم، التحرك بدون كوره، الاستلام والتسليم على مستوى عالي جدا، من العمق عنده يملك مهاجم على مستوى عالي. لحد الان اللاعب اللي هو مهند عسيري، انا وجهه نظري لحد الان مهند عسيري ما ظهر في المستوى اللي الكل يعلم، اللي يعرف عن اللاعب هذا. خصوصا مهند قاعد نشاهده مسجل 7 أهداف في الدوري السعودي، ممكن فرق هدفين عن نايف هزازي 9 أهداف. فلاعب على مستوى جدا عالي، وهو اللي قاعد يخلق مساحات كثيره للثلاثي الخلفه اللي هو ياتي احمد عباس، الشلهوب، عبد العزيز، الدوسري. فالمنتخب السعودي كجماعيه وجهه نظري افضل فريق، وكفريق كفردي وفريق يلعب على كره مرتده افضل فريق منتخب الكويت. جميل. كابتن خالد، نواصل الحديث عن المنتخب السعودي. في حال المنتخب السعودي اليوم جاب البطوله، ما راح يعني تحط بيسيرو في موقف حرج، خاصة أن المنتخب السعودي راح يشارك في كأس آسيا وفي نجوم في الانتظار. هو في موقف حرج من الآن، يعني في ظل بروز أكثر من اسم، يعني نتكلم عن غالب، عباس، أسامة المولد، مشعل السعيد، الشلهوب، الدوسري، مهند عسيري، ممكن راشد الرهيب. في كذا اسم يستطيع يستخدمهم في كأس آسيا، إما كلاعب أساسي أو كلاعب بديل. بالعكس، أكثر السعداء من هذا المنتخب هو بوسيرو، أكثر السعداء. لكنه راح يحتار كابتن. لا، أنت لما يكون اللاعب الأساسي عليه ضغط من لاعب يقدم هذه المستويات ويعمل هذه الإنجازات، هذه ممتازة لمصلحة كرة القدم السعودية، وليست مضرة وليست سلبية، إيجابية. تستفز مستويات اللاعبين الآخرين. بكل أكيد هذه عملية استفزاز. قدم أفضل ما عندك، سوف تشاهد آثارها في الثلاث مباريات القادمة للدوري، خاصة اللاعبين الدوليين. كل يريد أن يثبت للعودة للمنتخب والمشاركة في كأس آسيا والمحفل الأهم من وجهة نظري، مع احترامي الكامل لكأس الخليج. لكن هي النقطة الرئيسية للمنتخب السعودي عن منتخب الكويت فقط الفارق. المنتخب السعودي الفريق الوحيد في البطولة الذي يستطيع أن يغير أسلوبه أثناء المباراة. شاهدت معظم الفرق. منتخب الكويت من أفضل الفرق فرديا، اتفق مع عبد الله، لكن يلعب بأسلوب واحد من البداية حتى النهاية. المنتخب السعودي من الفرق تستطيع أن تستحوذ على الكرة بسبب نوعية لاعبي الوسط، تستطيع أن تلعب على الهجمة المرتدة المميزة جدا، وتستطيع أن تلعب بناء الهجمة من خلف.
عندها كذا أسلوب في المباراة وتتغير أثناء المباراة وتتغير من مباراة لمباراة. هذه ميزة من وجهة نظري يختلف عن المنتخبات الأخرى، لها عواملها. أنت بتتكلم على أسامة المولد وقيامه في الدور الدفاعي وبناء الهجمة، وسط الملعب اللي فيه الخبرة، الغنام، الشلهوب، عناصر الخبرة متواجدة فيه، هم المحركان لهذا الفريق.